هناك عدة تفاسير فيما يتعلق بإعادة بناء الهيكل اليهودي كما تعلمنا من أبائنا وقدسك. والسؤال: كيف يقال هذا والرب قال لليهود هوذا بيتكم يترك لكم خرابا؟ ألا يفهم من هذا عدم إعادة بناء الهيكل؟ بالفرض إذا بني الهيكل كيف ندعوه بهيكل الله وبذبائح العهد القديم تقدم عليه؟ وما رأي قدسك في الرأي القائل بأن ضد المسيح إنسان والإنسان المسيح المؤمن هو هيكل الله؟ شاكر محبتكم. انت حطيت كم سؤال في سؤال واحد يا صاحب السؤال. اولا، ربنا يسوع لما قال لهم هوذا بيتكم يترك لكم خرابا ما سكتش كده، لكن قال لهم ايه؟ حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. يعني هم بيتهم خربان ولسه ما اتبناش دلوقتي لغايه ما تتفتح عينيهم على الايمان ويقولوا مبارك الآتي باسم الرب. لما يقولوا مبارك الآتي باسم الرب هيكون الهيكل اتبنى، واللي هيبنيه الوحش والنبي الكذاب وبالاتحاد مع الشيطان. ولما هيبنوه بيتكلم الكتاب في تسالونيك 2 بيقول ان ضد المسيح يأتي ويجلس في هيكل الله، وهيكل الله مكتوبة شكينة، وشكينة يعني هيكل سليمان، يعني هيكل سليمان. يبقى إذن الهيكل لازم يتبنى. متى رأيتم ركسة الخراب؟ ركس يعني مرفوض، يعني كل ذبائحهم هتكون مرفوضة اللي هيقدموها، لكن قائمة يعني تبنى. الهيكل هيتبنى، هيقدموا ذبائح، هتتقبل الذبائح؟ طبعا لا، لأن مدام جه المرموز إليه بطل الرمز. ده بالنسبة إيه؟ بالنسبة ليهم. عشان كده أنت بتقول هيقدموا؟ لا طبعا هيقدموا، وذبائحهم لن تقبل أبدا. واحد بيسأل سؤال بيقول في سفر أيوب إصحاح 31 بيقول القسمة من الله من فوق والنصيب من القدير تعالى. أرجو منك تفسير هذه الآية. الآية مش محتاجة لتفسير. قسمة يعني ربنا قسم لكل واحد في الأرض نصيبه، يعني الغني غني والمتوسط متوسط والفقير فقير، لأن ربنا ما خلاش الناس كلها سواسية. ليه؟ علشان الكون يمشي. لازم نعرف الحتة دي، ما تقدرش تساوي كله ببعضه، الكون هيتوقف. لازم يكون فيه الغني، لازم يكون فيه المتوسط، لكن يكون فيه الفقير. ده حتى السماء درجات، وحتى الجحيم درجات، والأرض أيضا درجات. لكن احنا لما نيجي نتكلم نقول ربنا لو خلق الناس كلها أغنياء أو خلق الناس كلها فقراء، طب في وظائف محدش هيرضى يقبلها. مين اللي هينزح البكابورتات؟ مين اللي هيكنس الشوارع؟ ما أنا غني وانت غني، أنا فقير وانت فقير. تقول لي اشتغل تكنس الشوارع، أقول لك لا، شوف غيري يكنس الشوارع. وهكذا الصورة. في مثل عندنا في الصعيد يقول لك انت أمير وانا أمير، من يسوق لنا الحمير؟ ما لازم يكون هناك فيه بين الكل تناسق. فلما نيجي نتكلم هنا نقول طب ربنا خلق واحد غني وخلق واحد فقير، الحاجات اللي ربنا قسمها للناس وإدى لكل واحد نصيب مش هيدينوا عليه. يعني مش هيجي ربنا يقول لي انت فقير ولا انت غني، لان في امور انا مخير فيها دي اللي هأدان عليها، وفي امور انا مسير فيها ودي ربنا مش هيدين عليها. يعني ربنا خلقني جميل، خلقني قبيح، مش هيجي يسألني يقول لي انت ليه قبيح، ولا هيقول لي هكافئك لانك انت جميل. خلقني طويل او خلقني قصير، خلقني تخين او خلقني رفيع. يبقى اذا في امور كتيره ربنا قسمها للانسان، ودي اللي مش هيحاسب عليها الانسان، دي اللي مش هيحاسب عليها الانسان. عشان كده في امور احنا مسيرين فيها، واحنا في امور احنا مخيرين فيها. الاعمار ربنا حدد في ذهنه لكل واحد عمر،
مش هيجي يقول لي انت ليه جيت عمر قصير ولا فلان عمر طويل. ده اعظم مواليد النساء كانت خدمته 6 شهور ومات 30 سنة و6 شهور. يعني اذا هنا في حاجات احنا مسيرين فيها ومخيرين فيها، فانت ما تنشغلش لما ربنا طبعا الغنى من عند ربنا والفقر بيسمح بيه ربنا، لكن الغني والفقير ربنا هيحاسبهم عن الامانه مش عن الغنى ولا الفقر. يعني ايه؟ يعني يقول له انا خلقتك غني واديتك فلوس، ما فكرتش غير في نفسك ولا فكرت في الاخرين والفقراء وساعدتهم؟ دي امانه. الفقير يقول له طب انا سمحت لك بالفقر، رضيت وشكرت ولا تذمرت وارتفعت وزعلت؟ لعلمك الفقير اللي شاكر ربنا إكليله في السماء زي الغني اللي قدم كل أمواله لربنا. فما تقلقش وما تخافش. هو شايف بعين الإيمان اللي هيحصل لأورشليم، وإن تيتوس هيحرقها على اللي فيها، وإن الهيكل هيدكه، مع العلم إن تيتوس كان واخد أمر من الإمبراطور اوعى تمس الهيكل، اوعى تمس الهيكل. ليه؟ قال له لأن الهيكل ده يعتبر من المعجزات ال7 بتاعت العالم، زي الأهرام اللي هي بيسموها المعجزات ال7. فهنا قال له اوعى تمس الهيكل. وتيتوس قال للجنود بتوعه هدوا اورشليم ما عدا الهيكل. اليهود بقى راحوا استخبوا في الهيكل وطلعوا على السطح وبدأوا يضربوا في الجنود الرومان. الجنود الرومان واخدين أمر بعدم هدم الهيكل، وبعدين السهام نازله عليهم. مات من الجنود كتير. قال لك لا، هنقعد نتفرج لما يخلصوا علينا. فواحد مولع شعلة وراح مولع في الهيكل. أول ما ولع في الهيكل الذهب اللي بين الحجارة ساح. طبعا اليهود اللي جوه اتحرقوا، والرومان قدروا فضلوا يشيلوا في الحجارة وياخدوا الذهب، يشيلوا في الحجارة وياخدوا الذهب، وجريوا ورا الذهب واتاخد. ده سبب هدم الهيكل. والعجيبة اتهدم الهيكل لغاية الأرض، بس الأساسات موجودة. سنة 100 ميلادية اليهود افتقروا بعد ما تشتتوا في العالم، فقالوا ده لما الرومان هدوا الهيكل كان فيه ذهب بين الحجارة، طب ما تيجوا نشوف الذهب اللي بين الأساسات. بلا شك إن الأساسات فيها ذهب. فجم قعدوا يحفروا ويطلعوا الحجارة لغاية ما طلعوا الأساسات كلها وما لقيوش ذهب. والسبب يرجع أن المسيح قال لا يترك حجر على حجر إلا وينقض، حتى حجرة الأساسات. ولغاية النهاردة هم قاعدين يدوروا تحت المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة على أي حجر واحد يدل على الهيكل، مش لاقيين، لأن السماء والأرض تزول لكن حرف واحد أو كلمة واحدة من كلام الله لا يزول. هلما الآن أيها الأغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة، غناكم قد تهرأ. يعني ايه تهرأ؟ يعني انتوا الحاجة اللي بتتهري اللبس، وكلمة تهرأ حتى في النص اليوناني يدوب. لما واحد بيجيب هدوم ويلبسها وتستره مع الأيام تبتدي تدوب. انتوا دلوقتي متغطيين بغناكم وخلاص قرب ينتهي، الأيام بتجري وقرب يجي لكم اللي بكى عليه المسيح وقال لأورشليم
لو عرفتي زمن افتقادك. على فكرة في سفر حزقيال اصحاح 11 مجد الرب، لما تروحوا اقروا اصحاح 11، مجد الرب ارتفع وفرق الهيكل ووقف على جبل الزيتون، رمز للمسيح اللي وقف على جبل الزيتون وبكى على اورشليم لان المجد هيفارقها. لو كنت تعرفين زمن افتقادك ومين اللي يكلمك لكنت تبتي. هتيجي ساعة مع ان مش هو عارف البهدلة اللي هيتبهدلها، لكن ما بكاش على نفسه، بكى عليهم هم. سوف تأتي الساعة يهدمونك وبنيك فيك، يهدموا الهيكل والمستخبين فيه. طب ليه يا رب؟ مش بيت الله؟ قال لك لما بقى بيتكم مش بيت الله، وقلت لكم هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. غناكم قد تهرأ، وثيابكم اللي هم بتتحلوا بيها، لان هم كانوا يعرضوا عمائمهم ويطولوا ثيابهم ويمشوا الناس تقول له سيدي سيدي ويبوسوا ايديه ويخضعوا له. ثيابكم قد اكلها العث. 3000. ايه رايك؟ طب ده الوقت براح وانت عمرك فاضل لك فيه 3 دقايق، يبقى فرصتك في ال3 دقايق. ال2000 سنه اللي فاضلين مالكش فرصه، ففرصتك طول ما انت في الجسد. لكن يوم ما تخرج من الجسد انتهى الحال. ليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. تقول لي طب وأمن نفسي ازاي؟ اقول لك تأمن نفسك وقول لي يا ترى انت هتنتقل سنة كام او في سن كام؟ ايه هو سن الرنج للموت؟ من 70 ل80 ولا من 60 ل70 ولا من 40 ل50 ولا من 90 ل100؟ تقول لي لا ملهاش رنج. ليه؟ اصل في ناس ماتوا في ال80، في ناس ماتوا في ال70، وفي ناس ماتوا في ال50، وفي ناس ماتوا في بطون امهاتهم، وفي ناس ماتوا 30 و20 و3 سنين و5 سنين. يبقى ملهاش رنج. بس لها علامه. ايه هي؟ المرض. في ناس صحتها احسن من صحتي وسافرت، وفي ناس مرضت وسافرت، وفي ناس بقمه صحتها وسافرت. يبقى اذا احنا لا نعرف موعد السفر، يبقى لازم نقول في استمرار لان الوقت قريب. وقريبا بينوا. كلمه بينوا يعني وضحوا. ده التوضيح اللي جاي في السفر كله. مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. خلي بالكم العهد القديم كله من التكوين لملاخي أعطي بواسطة ملائكة، وده قالها بولس الرسول إنه أعطي بواسطة ملائكة. أما العهد الجديد من متى لغاية يهوذا ده أعطي بواسطة الروح القدس الساكن فينا مباشرة. أما سفر الرؤيا عشان سفر نبوي فأعطي بواسطة ملاك. يعني يعتبر إن من تكوين لملاخي والرؤيا إضافة ليهم دي أسفار نبوية. دي أسفار نبوية. أدي كلمة مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا، يري عبيده لعبده يوحنا. وعلى فكرة يوحنا بيقول لنا أنا أخوكم وشارككم في الضيقة بعد كده. وكلمة يا عبد يوحنا يعني يوحنا اللي خاضع خضوع كامل لهذا العمل. يوحنا ده بيمثل في الوقت ده شعب إسرائيل اللي هيرجع في الأيام الأخيرة. وكأن سفر الرؤيا مكتوب للضيقة العظيمة مش مكتوب للكنيسة، رغم انه فيه الاصحاح الثاني والثالث كله تاريخ الكنيسة، لكن من اول الرابع هيبتدي يوضح لنا الضيقة العظيمة اللي هو بيقول عنها الكتاب ضيقة يعقوب. الشيطان بيحاول يشغلك ويلهيك بالعالم
لكن سفر الرؤيا هو اللي بيفكرك بأن العالم ده ضايع. كل ما رآه اللي هو سفر الرؤيا قال له اكتب ما رأيت بكل ما رآه. طوبى، ابتدى السفر الوحيد اللي يكتب طوبى، يعني يا بخت للذي يقرأ. مجرد ما تقرأ طوباك، ما تفوتش سفر الرؤيا. ليه؟ أصل الشيطان بيحاول يشغلك ويلهيك بالعالم، لكن سفر الرؤيا هو اللي بيفكرك بأن العالم ده ضايع وفاني وهيروح. نتمسك ليه فيه بيديك واسنانك. بتعجبني كلمات البابا شنودة المتنيح: قل لمن يبني بيوتا ها هنا أيها الضيف لماذا أنت تبني؟ قل لمن يزرع أشواكا كفى هو نفس الشوك أيضا سوف تجني. قل لمن غنى برأس، قل لمن غنى على الأهواء هل في مجيء الموت أيضا ستغني؟ يعني يا ترى اللي بيغني وبيتنطط، يا ترى لما يجي لك الموت هتغني؟ يا اللي بتبني بيوت على الأرض والأرض محفوظة بالكلمة عينها إلى حريق النار، أي ناس يجب أن نكون نحن في سيرة مقدسة يا أحبائي. تصور كده ساكن في بيت قايل للسقوط، والدولة أمرت بإخلاء البيت، اخرجوا منها يا شعبي. البيت هيقع والناس كلها ابتدت تعزل، وانت الشقة بتاعتك بين يوم وليلة هيقع البيت وهتضيع الشقة، وراح تجيب لي ورق حائط وواقف تلزق ورق الحائط في البيت. بتعمل ايه؟ عايز اجمل الشقة بتاعتي، ما رايحة. هتجمل ايه؟ ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وفي الاخر خسر نفسه؟ طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون. يعني لازم انت كإنسان تسمع. اقرأ واسمع، يعني اقرأ واحفظ الكلام. اقرأ واسمع أقوال النبوة واحفظ ما هو مكتوب فيها. كلمة احفظ يعني قول له خبأت كلام سفر الرؤيا في قلبي لكي لا أخطئ إليك، لأنه مكتوب لأن الوقت قريب. كانت السلام في الكنيسة الأولى، السلام كانوا يقولوه باللغة اليونانية ماران آسا. ماران يعني الرب، آتا يعني آتي، يعني جاي، الرب جاي. ماران آسا باللغة اللي هم بيكتبوها. دفع فيا الدم الغالي وأنا كان تمني رخيص، وبقيت على قلبه غالي وأنا كان تمني رخيص. نعمة لكم وسلام. بيقول للكنيسة نعمة لكم وسلام. نعمة من مين؟ من الكائن الذي كان الذي يأتي. مين الكائن؟ من اللاهوت، الآب، من الآب. نعمة لكم، أيوة، وسلام. لأن عشان النعمة عطية مجانية، وإحنا خدنا اللي عمله المسيح مجانا ودفع ثمن باهظ. دفع فيا الدم الغالي وأنا كان ثمني رخيص، وبقيت على قلبه غالي وأنا كان ثمني رخيص. نعمة لكم وسلام يتكلم على الله الجالس على العرش، عن الآب، من الكائن الذي كان الذي يأتي، ثم ينتقل للروح القدس ومن السبعة أرواح التي أمام عرشه. إيه كلمة السبعة أرواح التي أمام عرشه؟ هو ربنا ليه 7 أرواح؟ لا، ربنا ليه روح واحد بس بيشتغل ب7 اتجاهات. الاتجاهات كتبها الكتاب المقدس في سفر أشعياء إصحاح 11 آية 1 و2. تلاقي الروح القدس فيه 7 اتجاهات. أول اتجاه قبل ما يتكلم
قال ايه؟ يخرج قضيب من جذع يسة وينبت غصن من اصوله. طب ليه ما قالش يخرج قضيب من جذع داوود؟ مش هو ابن داوود؟ ايوه ابن داوود، بس ليه قال من جذع يسة؟ اصل داوود لما اتولد من يسة في بيت لحم، لكن لو المسيح اتولد من داوود يبقى هيتولد في اورشليم في مكان المملكة. والمسيح لما اتولد ما اتولدش في اورشليم، اتولد في بيت لحم، وانت يا بيت لحم افراطي. فكلمة من جذع يسة يعني هو الملك زي المسيح زي داوود كان اتولد من يسة، البلد القرية الضعيفة الحقيرة الصغرى، وأنت يا بيت لحم لست الصغرى. قرية ملهاش اسم وسط المدن والقرى والمدن الكبيرة، لكن طلع منها داوود وفضل يتنقل وكان راعي غنم. فالمسيح برضه هيطلع من جذع يسة وينبت غصن من أصوله، ودي الأصول يعني من بيت لحم. يحل عليه روح الرب. روح الرب اللي هو الروح القدس، اسمه روح الرب نمرة 1. نمرة 2 روح الحكمة. نمرة 3 روح الفهم. نمرة 4 روح المشورة. نمرة 5 روح القوة. نمرة 6 روح المعرفة. نمرة 7 روح مخافة الرب. يعني كأن أشعياء بيقول لنا ال7 أرواح، يعني روح الله هيشتغل ب7 اتجاهات. الاتجاه الأول روح الرب يسود علينا. روح الحكمة الروح الذي فيكم يعطيكم حكمة ومعرفة لا يستطيع جميع معانديكم أن يقاوموها. روح الفهم هو اللي بيفهمنا كلمة ربنا. الروح يذكركم ويعرفكم بكل شيء، يفتح فهمنا. روح المشورة لأنه هو اللي بيقودنا، بنقول له أنت امسك الدفة وقودنا يا روح الله بروح رئاسي عضدني. روح القوة هو اللي يدينا القوة، اللي فيكم أقوى من اللي في العالم. روح المعرفة هيفتح عينينا على الله، لأن هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الآب الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. روح مخافة الرب يعني حط جوانا مخافة الرب، ودي من البداية الحكمة، رأس الحكمة مخافة الرب. لا يستطيع أحد أن يراني ويعيش. لكن جه المسيح ويقول عنه يوحنا ورأينا مجده مجدا. الآب لم يره أحد خط، لكن جه المسيح الذي يأتي اللي هو إن ظهر لينا. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد اللي في حضن الآب هو خبر بإيه؟ عرفنا مين هو الله، إيه هي محبة الله، إيه هو مجد الله، إيه هو خلاص الله. ادي معنى كلمة الشاهد. وبعد كده يحط الأمين. ليه أمين؟ لأن كل واحد من الأنبياء الذي أرسلهم الله ما كانوش أمنا بالدرجة الكاملة. أيوة كان عندهم درجة أمانة، لكن الجميع زاغوا وفسدوا. ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. لدرجة إن عروس النشيد لما جت تقارن المسيح بالأنبياء قالت عنه إيه؟ كالتفاح بين شجر الوعر، كذلك حبيبي بين البنين. أنا شرحتها بسفر النشيد. هو تفاح جت رائحته تفوح، وتفاح جه شكله أبرع جمال من بني البشر، وتفاح يا إنه يشبع ويروي ويغذي، أعظم ثمرة. لدرجة إن الناس لما افتكروا إن الشجرة دي اللي اشتهتها حواء وكلت منها إنها تفاحة، يقول لك تفاحة آدم، لكن هي ما كانتش تفاح. ده هو المسيح كالتفاح اللي اتعلق على خشبة الصليب عند شجرة التفاح. شوقتك، هناك خطبت لك أمك، هناك خطبت لك والدتك. هو تفاح. طب مين شجر الوعر؟ يعني ايه شجر الوعر؟ يعني الشجر خالي الثمر. ده مين هم؟ البنين، مش الأشرار.
ولا الناس البنين. يعني حط الأنبياء جنب المسيح. أنا هحط لك 2. المسيح واقف في التجلي، في واحد اسمه موسى، ده عظيم الأنبياء، وفي واحد اسمه إيليا، ده ملتهب الأنبياء، ده واضع الناموس، وده بممثل الأنبياء، وكأن ممثلين الناموس والأنبياء اتحطوا جنب المسيح. إيليا نبي عظيم جدا، وموسى جنب نبي أعظم، لكن لما يتحطوا جنب المسيح يبقوا شجر وعر، كالتفاح بين شجر الوعر. والمسيح هو أول واحد قام من الأموات. طب ما في ناس قامت من الموت قبليه. يعني مثلا إيليا أقام ابن أرملة صرفة صيدون، أليشع أقام ابن الشونامية، عظام أليشع أقامت راجل ميت راح يدفنوه. يسوع نفسه أقام ابن تييروس، وأقام ابن أرملة نايين، وأقام لعازر. طب دول كلهم قاموا قبل المسيح. إزاي بكر من الأموات؟ بكر من الأموات لأن اللي قاموا بنفس جسد الخطية، اللي ماتوا بيه قاموا بيه، يعني رجعوا للحالة اللي كانوا عليها قبل ما يموتوا، ولذلك بعد هذا ماتوا. أين ابن أرملة صرفة صيدون؟ مات. ابن الشونامية مات. ابن تييروس رجعت ماتت. لعازر مات ومدفون في قبرص. لكن المسيح أول واحد يقوم بالجسد الممجد، الجسد النوراني، ده الجسد اللي احنا هنقوم عليه، ده البكر. ولما هيقوم نحن أيضا على رجاء هذه القيامة سنقوم. حينما يأتي الأموات في المسيح يقومون أيضا، ونحن نتغير ونصعد في السحب لمقابلة الرب في الهواء، ونكون أحبائي مثله. ادي كلمة البكر من الأموات. فكلمة بكر يعني أول قيامة نورانية، ما فيش سبقها قيامة، لكن هيتبعها قيامة القديسين. لما بيقوموا يسمع الذين في القبور صوته، يخرج الذين فعلوا الصالحات، يسموها قيامة الحياة. أما بالنسبة للمستقبل يقول رئيس ملوك الأرض. خلي بالك في الجملة دي، سفر الرؤيا بيركز على إن المسيح رئيس ملوك الأرض. أحبائي، المسيح جاي خصيصا علشان يخلص وعشان يملك. والبشارة اللي بشر بيها جبرائيل العذراء مريم قال يجلس على كرسي داوود أبيه. إيه هو كرسي داوود؟ العاصمة أورشليم. كلمة يجلس على كرسي داوود يعني يجلس في أورشليم، ويملك على بيت يعقوب اللي هي إسرائيل، وعلى كل العالم. وهنصير ونسمع صوت قد صارت ممالك الأرض كلها للرب ومسيحه. هل المسيح ملك؟ لا، ما حصلش. ليه؟ لأن هم قالوا اللي هم أهل أورشليم لا نريد أن هذا يملك علينا، ليس لنا ملك إلا قيصر. طب عمل إيه ربنا؟ هل لغى الملك؟ لا. قال الرب لرب، قال له تعالى اجلس عن يميني حتى أدع أعدائك عند موطئ قدميك. عندما هو دلوقتي جالس، مش جالس على كرسي مجد، جالس في عرش الآب. كما جلست أنا مع أبي في عرشي تجلسون أنتم أيضا معي في عرشي. لما يملك على العالم، لما نسمع أن قد صارت ممالك الأرض كلها للرب ومسيحه. لما قال إن هو رئيس ملوك الأرض، الكنيسة غنت، العروس غنت أغنية جديدة. قالت إيه؟ الذي أحبنا. أول حاجة الله بين لنا محبته، إذ ونحن بعد خطاة مات المسيح عنا. بالكاد يموت واحد عن الصالح، لكن وإحنا وحشين قبل إن يموت بدلنا. طب وبعد ما حبنا وقد غسلنا، مش غسلنا، غسلنا. في فرق بين يغسل ويغسل. يغسل يعني مرة واحدة، يعني يغسل كلمة متكررة. يعني مثلا طقس غسل الأرجل
نغسل رجلين بعض، اللي هو احنا نشدد بعض، ان احنا نقوم بعض، احنا نقود بعض. لكن كلمة غسلنا اللي هي بيرمز إليها إن المعمودية لا تكرر. المعمودية لا تكرر مهما كان. الذي غسلنا. بعد عنك لما واحد بيموت يقول لك يغسلوه. يعني ايه يغسلوه؟ يعني حمومة ما فيش بعديها حمومة. ادي معنى كلمة غسلنا من خطايانا الموت. لأن يسوع المسيح يطهر من كل خطية. احنا اللي كان كلنا خطية غسلنا بخطايانا. هو ذا يأتي مع السحاب وستنظروا كل عين. خلي بالكم هنا كلمة كل عين، لأن هو قال عنه الكتاب إنه شمس البر. الشمس لما بتطلع مش كل عين بتشوفها، اللي بيشوفها نص الكرة الأرضية. يعني لما بتشرق الشمس في أرضنا بتغرب في أرض غيرنا، لأن بما إن الأرض كروية ما تقدرش الكرة الأرضية تشوف نور الشمس من كل الاتجاهات. نص الكرة ينور والنص الكرة التاني يبقى مضلم. لما تلف الشمس النص المنور يضلم والمضلم ينور ليل ونهار. لكن ده لما يجي وهينور ستنظره كل عين، كل شرق وغرب وكل شمال وجنوب، الكل يروح. وبعد ما يقول ستنظر كل عين والذين طعنوه. هو كم واحد طعنه؟ ده واحد اللي طعنه؟ لا، كل اللي ينكر المسيح هو طعن المسيح. كل اللي ينكر الخلاص اللي قدمه المسيح والتكلفة بتاعته هو بيطعن المسيح. كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاص هذا مقداره؟ خلي بالكم في سفر الخروج موسى النبي لما وصلوا إلى قادش فربنا قال له كلم الصخرة. فلما جه موسى نسي يكلم الصخرة، مسك العصاية وضرب الصخرة وقال لهم يا مرضى. يبقى يعتبر موسى ضرب الصخرة كم مرة؟ مرتين. أول الرحلة لما وصلوا لحتة اسمها رافديم ربنا قال له اضرب الصخرة، ضرب الصخرة. في آخر الرحلة بعد 40 سنة وصلوا إلى قادش قال له كلم الصخرة. إيه الفرق بين الاثنين؟ اضرب الصخرة يعني المسيح يطعن، بس يطعن مرة واحدة. بعد ما الطعن من أجلك تيجي أنت تطعنه مرة تانية؟ يعني تنكر الخلاص اللي قدمه ليك، تستهتر بيه. يبقى الذين طعنوه هتلاقيهم آلاف وملايين اللي هم رفضوا الخلاص اللي قدموا على الصليب. وبعد ما يقول لك الذين طعنوه، طبعا اللي قاموا بعملية الطعن الرومان، واللي حرضوا على الصلب اليهود، يعني هم السبب في طعن اليهود. عشان كده يقول لك والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض. مين الأرض؟ مش الكرة الأرضية، أرض النبوات اللي هي مين؟ إسرائيل. ينوح عليه روح زكريا 12 يقول لك يبكون عليه كما تبكي أم على وحيدها. زي ما يكون واحد بيبكي على وحيده يبكون عليه. ويقول لك تبكي كل عشيرة على حدتها. لا شوف يقول لك ايه؟ عشيرة داوود على حدتها ونسائهم على حدتهن. عشيرة نسان على حدتها وكل نسائهم على حدتهن. بعد كده عشيرة لاوي وكل نسائهن. بعد كده عشيرة شمعي وكل نسائهن. بعد كده كل العشاير، يعني باقي الأسباط. ليه قسم الاسم دي؟ يعني اليهود كلهم هيبقوا انهم حسوا ان هم اللي رفضوه السنين دي كلها 2000 سنة وهم رافضينه، ويبكوا عليه ويقولوا نحن قد حسبناه مصابا ومهانا ومضروبا من الله، ما كناش نعرف انه مجروح لأجل معاصينا ومسحوق لأجل أثمنا. طب ليه قسم التقسيمة دي؟ ايه داوود ونسان؟ داوود ده النبي،
طب ونسان ده المرشد بتاع النبي، لأن نسان كان عبارة عن مرشد روحي لداوود. فاكرين لما أخطأ داوود جاله نسان وقال له حصل كذا كذا كذا، قال له الراجل ده يتقتل.